من روائع التراث المصري فانوس رمضان. عزيز الطالب، من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية نقدم هذا العمل عن فانوس رمضان ونشأته. هل تعرف كيف نشأت فانوس رمضان؟ كان ذلك في يوم 5 من رمضان عام 358 هجرية، حيث خرج المصريون في موكب كبير اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال للترحيب بالمعز لدين الله الفاطمي الذي وصل ليلا لدخوله القاهرة، وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة، وذلك لإضاءة الطريق إليه. وظلت هذه الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان، ثم من بعد ذلك أصبحت عادة عند المصريين. وفي هذه الصور نرى كيفية تصنيع الفانوس، ونرى مدى جمال وروعة الفانوس المصري. ولكي نحافظ على هذا التراث فقد أجرينا حوار مع أحد أصحاب المحلات الذي قال لنا أنه يجب المحافظة على هذا التراث، وذلك بعد أن بدأت تظهر الفوانيس المستوردة من الخارج، ونرى أنواع كثيرة ومتعددة وأشكال من الفوانيس، ومن روعتها وجمالها الآيات القرآنية الموجودة على الفانوس. ونستكمل هذا التقرير بأغنية عن شهر رمضان وعن فوانيس رمضان. البوليس هيشوف اللي انت عايزه. في حاجه زي كده بنبيعه ب 25 عشان البوليس هيشوف. ده اصغر ده. انت اهو كده بقالك كام سنه عامل حاج في المهنه ديت؟ لا ده الشغلانه دي ابا عن جد، احنا ورثناها من اهالينا. فعندي بنشتغلها من السنه للسنه، من موسم لموسم يعني. ربنا ينور. الله يخليك. طب والحال دلوقتي افضل ولا زمان؟ هو لو عن نفسنا الفلوس البلاستيك خالص يتمنع، ممنوع استيراده خالص.
اللي هو اللي لسه بدي اقول لك يعني مستورد من بلاد ثانيه بأثر علينا هنا. السنه قال لك ايه ممنوع وقفوا الاستيراد بس وقفوه بالتضخم. كان حضرتك المفروض يتمنع خالص اي حاجه مثلا فوانيس والحاجات دي طالما احنا بنعملها ما بنستوردهاش خالص. عشان دي صنعة فاتحة بيوت وفاتحة ناس بيت ناس شغال عليها. هنا من مصر ومعانا زراعيه من طنطا شغالين معانا على طول من السنه للسنه. وسايبين بيوتهم وعيالهم ومعانا وصل. وبعدين حرمنا بنشتغل فيها وعيالنا شغلانه دي. وبعدين حبينا نعيش بقى منها الشهرين دول. طول السنه تصرف عليها تعيش منها في رجب وشعبان ورمضان. الثلاث اشهر دول بس. وبعدين دلوقتي كل ما بنطور في الشغل بتاعنا يعني. لا ما لسه عندك اهو 3 متر. لا ما انا شايف بسم الله ما شاء الله يعني في تطور على السنه اللي فاتت كتير. ماشي يا محمد متشكرين يا عم الحاج وانت طيب يا عم. شكرا يا حاج. الله يخليك الله يسلمك.